السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في مطبخ هناء في الغربة. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي. المهم كما كتشوفوا معايا هنا غادي نقدم لكم هاد البليغات كيجيو فنين وغزالين، كيجيو مقرمشين البنات. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الطريقه ديالي وتنجح معكم. فاللي كتزور القناه ديالي لاول مره يسعدني تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه. مع المقادير وطريقه التحضير. طبعا الا عجبتكم هاد البليغات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم البنات، التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم زوينه وفرجه ممتعه. غادي نقدم لكم البليغات بهاد الطريقه اللي كنحضرهم انا وبنفس هاد المقادير، كيجيو لذاذ وزوينين ومقرمشين ما تشبعوش منهم، واللي غادي يذوقهم غادي يعجبهم بزاف وغادي تحبوا انكم ديروهم وتعاودوا ديروهم شحال من مره. فبسم الله. نص كيلو ديال الججلان، عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال الملحه تبقى على حسب الذوق، ممكن ديروا اقل. هنا عندي معلقه صغيره كذلك ديال القرفه، عندي هنايا الخميره، عندي هنايا 10 غرام ديال الخميره، انا غادي نعبر لكم المعلقه باش تشوفوا. عندي هنا نص كاس ديال الزبده، اي زبده نباتيه او زبده حيوانيه، مهم انكم تغليوها مزيان حتى ترجع لكم على هذا الشكل هذا اللون، وتحيدوا لك الكشكوشه وتاخذوا غير هاد الليدام ديالها حتى تحمر لكم هكا شويه. هنا عندي نص كاس ديال الماء الزهر، هنا عندي الخل اللي غادي نحتاج منه معلقه ونص، هنا عندي صفر بيضه، هنا صفر بيضه يبقى لكم اختيار، الا حبيتوا ما ديروش. هنا عندي كذلك زيت الزيتون، وهنا عندي البنات الدقيق، هنا عندي 800 غرام ديال الدقيق، فانا عندي كيلو مواص يعني ناقص 200 غرام. انا غادي نعبرو معكم بالكاس باش تشوفوا شحال يعني تقدروا ديروا العبر غير بالكاس كما قلت لكم. هنا عندي نص كيلو، وهنا عندي 800 غرام ديال الدقيق يكون نوع ممتاز، فانا غادي نعبر بالكاس ونقول لكم شحال عندي وغادي ندوزو للصفاي. غادي نكمل جمع العجين بعد يعني ما نضيف ليها الخل والزيت والزبده والماء الزهر، غادي نكملها بالماء. فبسم الله غادي نعبر هذا الدقيق. هنايا 800 غرام كما كتشوفوا معايا، بعد ما عبرتها بالكاس، الكاس ديال العنبه اللي كيوزن 200 ملل ديال الزيت او الحليب او الماء، فانا عطاني 7 الكيسان كما كتشوفوا معايا يعني مملوئين جيدا. دابا غادي نغربل هذا الطحين. هنا من بعد ما غربلت الطحين كما كتشوفوا معايا فغادي نضيف هاد النواشف، غادي نضيف هاد الخميره اللي قلت لكم غادي نعبرها بالمعلقه باش تشوفوا معايا. ها هي معلقه صغيره وحده كذلك، وعندي هنا تقريبا واحد ربع معلقه يعني ساشي وحده ديال 8 غرام، وكتزيدوا واحد ربع معلقه يعني ماشي بزاف. صافي هنايا غادي نخلط هاد النواشف هما الاولين. هنا غادي نضيف هاد الزبده، غادي نضيف هاد الصفار البيضاء، كما شفتوا معايا انا ضفت غير 3 ديال المعالق. غادي نضيف كذلك كما قلت لكم الخل كتضيفوا معلقه ومعلقه الثانيه ما عامراش. فبسم الله غادي نخلط هادشي مزيان. غادي نضيف هاد نص كاس اللي قلت لكم ديال الماء الزهر، نحاولوا البنات العجينه ما ديروهاش تكون يعني قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه باش ما تعذبكمش ملي تجيو تطلقوها وتبغوا تشكلوها مربعات. غادي نكمل نجمع العجين بالماء. باغا نبقى نجمع العجينه كما كتشوفوا معايا، نبقى نضيف الماء بشويه وكنجمع العجينه. المهم العجينه خصها ما تجيناش يعني قاصحه بزاف باش ما تعذبناش ملي نكونوا نطلقوها بالمدلك، وكذلك ما خصهاش تكون خفيفه كما غادي تشوفوا معايا، باش منين نديروا ليها هذوك نقطعوها مربعات ونشكلوها هكا على شكل بليغات ما يطيحوش لينا. صافي دابا من بعد يعني ما دلكتها مزيان ويعني تطلق داك الطحين وداك الشيء كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نديرها كريكبات. كديروا الحجم اللي بغيتو نتوما. الا كنتو اول مره كديريها
وكتقدري انك ما كتحكميش في التوراق ديالها، يعني كيجيو كل بعض الوحدين غلاض وبعض الوحدين رقاق، فديري مكركبات صغار. فهنايا كما كتشوفوا معايا دابا راني بديت نطلق اول وحده اللي بديت بها. كما كتشوفوا معايا يعني ما كتلصقش في اليد، يعني ما قاصحاش بزاف وما خفيفاش بزاف. صافي دابا كنحيد ليها هاد الجوانب ديالها، كنقطعهم بهاد الجرار هذا غير باش يعطيني داك الشكل اللي بغيت انا. صافي وغادي نبدا نقطعها مربعات. من الاحسن نقطعوهم مربعات يكونوا صغيورين باش تجيكم زوينه البنات وحلوه، ما تقطعوهمش يعني كبار باش ما يجيكمش يعني البليغات يجيكم كبار بزاف، فصغيورين كيجيو زوين حتى في المنظر. صافي تنبقى نقطعها هكا على شكل مربعات كما كتشوفوا معايا على هذا الحجم هذا. فمن بعدنا انا ما خلطتها فخليتها واحد نص ساعه يعني كترتاح. من بعد يعني ملي دلكتها وخلطتها فخليتها واحد نص ساعه. ضروري من هذه المرحله دي خلي واحد نص ساعه تقريبا ترتاح، اولا خليوها حتى اكثر ماشي مشكل، ما عندها ما يوقع لهم، غير ديروها في بلاستيكه وغطيوها باش ما تنشفش لكم العجينه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنشد داك الطرف الاول وكنوضع فوق منه الطرف الثاني باش كيجينا على شكل هكا، على هذا الشكل هذا، على شكل بليغه، يجي المنظره ديالها زوين. كما قلت لكم البنات ما ديروش العجينه جاريه بزاف باش ملي تجيو تشكلوا هكا مربعات ما يطيحوش لكم داك الشكل ديالها، يبقى كما هو يعني تبقى واقفه. صافي كما قلت لكم كنشدوا طرف واحد والطرف الثاني كنوضعوه فوق منها. صافي غادي نكمل على هذه الطريقه هذه. كما قلت لكم ضروري انكم ما تخليوش العجينه يعني خفيفه باش ما يطيحش لكم الشكل ديالها، يعني ملي ديروها هكا مربعات تبقاو على شكل بليغات تبقى لكم واقفه كما راكم باغيينها. اما الا درتوها خفيفه ما غاديش يبقى لكم المنظر ديالها حق، غادي يطيح لكم الشكل ديالها. وفي نفس الوقت ما ديروهاش قاصحه بزاف باش ما تعذبكمش ملي تجيو تطلقوها فوق الطابله. هنا واحد الملاحظه البنات، باش تبغيو تقطعوا هاد العجينه على شكل مربع باش تعطيكم شكل متساوي، حاولوا انكم ما تخليوش من الجوانب بزاف، يعني حاولوا ما امكن يعني ما تخليوش الجوانب كبار بزاف. المهم هاد الجوانب باش تحيدوهم البنات عاودوا رجعوهم في البلاستيكه، وفاش تبغيو تطلقوهم الا قصحوا لكم يعني حسيتوا بهاد العجينه ديال الجوانب اللي كتحيدوا قصاحت ضيفوا ليها شويه ديال الماء وعاودوا خلطوها باش تولي لكم شويه رطبه، لحقاش ملي كتبقاو تحيدوا دوك الجوانب وتعاودوهم فكيوليو لكم قاصحين بزاف وكيعذبوا في التطليق. فمن الاحسن انكم ملي تبغيو تعاودوهم زدوا لهم شويه ديال الماء وضعوهم في بلاستيك، يعني خليهم ملي تحيدوهم خليهم في بلاستيكه باش يبقاو رطبين. هنايا وضعت الزيت كيسخن كما كتشوفوا معايا، فغادي نوضع واحد القطعه صغيره ديال العجين. من بعد ما شفتها يعني كتغلي ليا فعرفت ان الزيت سخن. صافي بديت كنقلي يعني هاد البليغات عادي كنحطهم في الزيت وتنقليهم. فواحد الملاحظه حاولوا انكم في الزيت في المره الاولى يعني ما تسخنوش بزاف، وفاش توضعوا هاد البليغات ديالكم باش يطيبوا على راحتهم ما يجيوش يعني غير مخطوفين. صافي من بعد كما كتشوفوا معايا دابا انا غادي نصفيهم من بعد ما كما تشوفوا معايا تحمروا بحال هكا باش كيجيوكم مقرمشين البنات، يعني ما تخليهمش مازال بيضين، خليهم يتحمروا لكم غير ماشي تتحمروا بزاف في المقله، فهما مازال ملي كتحيدوهم كتحطوا في العسل كيزيدوا يتحمروا، غير كيولي واحد شويه هكا كما شفتوا معايا مذهبين كتحيدوهم كتحطوا في العسل. كما كتشوفوا معايا انا كنولي ندير عليهم العسل من الفوق باش كيتعسلوا مزيان. فدابا غادي نكمل القلي ديالي عادي، كل قليه فيما تقرب يعني تتحمر يعني كتولي شكل مذهبه كنحيدها وكنوضعها في العسل. فقبل ما كنوضعها في العسل كنحيد القليه الاولى اللي وضعت، وهكا كنستمر حتى الاخر كنكمل كلشي. كما كتشوفوا معايا فغير كتشد راسها شويه ملي كنحطها في الزيت، فتنبدا نقلبها بالفورشيط كامله عادي غير باش في الاول ما تحركوهاش يعني كتكون مازال باقا عجينه. صافي غير كتحسوا بها شدت راسها في الزيت تبقاو تخلطوها تقلبوا هكا بالمعلقه باش كتحمر لكم كامله. هذا هو الشكل ديال البليغات ديالنا كيجيو زوينين وفنين ومقرمشين البنات. صافي كنبقى نكمل القلي كامل حتى الاخير. كما كتشوفوا معايا فانا يعني بالنسبه للعسل ما وضعتش بزاف، وضعت غير الكميه اللي نحط فيها كل قليه، وفي نفس الوقت حاطه العسل حدايا فيما كنحتاج كنزيد نقطر فوق من العسل من الفوق باش هكا كنتفادى ان داك العسل يبقى ليا بزاف اللي عسلت به. صافي غادي نكمل حتى الاخير ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالها. البنات فاش تبغيو تقليوها فخليو فاش تحيدوا يعني القليه الاولى، فمن بعد القليه الاولى الزيت كيزيد يسخن بزاف فخليو من الاحسن النار تكون مهيله، يعني ماشي في الوسط، تكون اقل شويه لتحت يعني ما تكونش عاليه الفوق بزاف. فهكا كتستمروا بالقلي ديالها حتى كتكملوها كامله. المهم كما قلت لكم غير باش ما تجيشكم مخطوفه في القلي وتجيكم طايبه زوينه وتجيكم محمره وطايبه على راحتها باش كتجي فيها ديك القرماشه. بالنسبه للخل البنات فانا وضعت الخل، وضعت يعني معلقه واحده والمعلقه الثانيه ما عمراش، فرغم ديك معلقه وما عمراش راه ما كتجيكمش يعني فتيه بزاف، كتجي مقرمشه وزوينه. اما بالناس اللي باغيينها تجيهم فتيه اكثر
يوضعوا حتى 3 المعالق حتى ل 4 المعالق. بالنسبه لي انا وضعت غير معلقه، ومعلقه ما عمراش، يعني انا حبيتها تجيني بديك القرمشه ديالها، فكتجي زوينه وفنه بزاف. فخليكم حتى الاخير نوريكم الشكل ديالها. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما دابا قليتها وكملتها كامله. فانا زينتها هكا شويه باللوز. اللوز البنات كبيت عليه الماء طايب واصل درجه الغليان، خليته غير شي 5 دقائق، ومن بعد حيدت ليه القشره ديالو، ومن بعد قليته في الزيت. كما كتشوفوا معايا هذا هو المنظر ديالها، كيجي زوين، كتجي هائله بزاف البنات، وكتجي مقرمشه، كتجي زوينه بزاف. كما غادي تسمعوا معايا ملي كتعضاك تحسي بديك التقرميشه، كتجي مفتفته وكتجي زوينه البنات. كنشجعكم انكم تجربوها وديروها، كتجي فنه وكتجي فتيه غادي تعجبكم. يعني كتحسوا بديك القرمشه ديالها، وفي نفس الوقت يعني فتيه، ملي كتعضوها تحسوا بها فتيه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، واللي جرب الطريقه ديالي تخليها لي في التعليق، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الله يدخلنا سيدنا رمضان بصحه والراحه ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. والسلام عليكم ورحمه الله.